تنتهي حريتك حينما تبدأ حرية الآخرين. موضوع حلو نحكي فيه، بس بالأول حط لايك ووصل الفيديو ل 50 تعليق وتعال نسولف. أغلب الأشياء يا صديقي العزيز بهذا الكون هي أشياء منطقية ونقدر نقيسها بالعقل البشري، ومعظم هاي الأشياء إلها بداية وإلها نهاية. الكون، الشمس، الكرة الأرضية، كلها إلها بداية وإلها نهاية. الحرية شيء من أشياء الكون، لذلك تعال نتعرف على هاي المقولة اللي كل الناس قامت تبرر لنفسها أفعالها الغلط والصح. الحرية يا صديقي العزيز هو قدرة الفرد دون جبر على اتخاذ قرار أو تحديد مسار، ولكن دون التأثير على الآخر. والحرية إلها أشكال هواية مثل الفكر، الفعل والكلام. وهنا نفهم إنه بداية الحرية من عقلك وتتطور إلى كلامك وأفعالك. إذا لك الحق بالتفكير والاعتقاد وإنه أنت تحكي أي شيء وتسوي أي شيء، لكن بدون ما تأثر على الآخرين، بدون ما تأثر على الناس. وهي هي حدود حريتك. إذا ما مسموح لك إنك تسوي أو تحكي أو تفكر بأي شيء ممكن يتعدى على حرية الناس. أنا ياكو واحد بيكم جته فكرة إنه إحنا نقدر نستثني فعل من هاي الأفعال، نقدر نطلع خارج هاي القاعدة؟ الجواب نعم، الأفعال الإيجابية ممكن نستثنيها من هذا الشيء، وهاي الأفعال هي اللي تفيد الناس كلها، مو تفيد شخص واحد. لذلك لما تشوف لك شخص أو تشوف لك حساب مسيء أو تشوف لك محتوى هابط وتقول له لا وما يصير، ويقول لك هاي حريتي وكيفي وحسابي، اهدأ وركز وقل له لا هاي مو هاي. تقول له لا مو كيفك ولا حسابك، افعالك وافكارك لها تاثير سلبي على المجتمع، وهذا قاعد ياثر عليك، وتنتهي حريتك حينما تبدا حريه الاخر.